ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هل يا دكتورة لما يكون عندنا نقرس ونقلل البروتين ده العلاج الوحيد لمشكلة النقرس معايا؟ طيب في الفيديو ده انا حابة اقول الحاجات اللي بتسببه وازاي ان انا اعالجه او ان انا اقلل من النوبات الشديدة اللي بتحصل. الحاجات اللي احنا فاهمينها غلط ان سبب وجود النقرس ده ان انا باخد بروتين كتير في اكلي، فبالتالي اول ما هقلل كميه البروتين كده ان انا بتحكم في المشكله وبحد منها. لا، النقرس زياده في اليوريك اسيد بيترسب وبيعمل نوبات الم شديده جدا نتيجه الالتهابات اللي بتحصل على فترات متباعده لو احنا قمناش بالحاجات اللي المفروض نعملها بشكل صحي بحيث ان انا ابعد عن المشكله دي. طيب ايه هي اصلا الاسباب اللي بتزود اليوريك اسيد معايا؟ اولا قله شرب الميه، بستهلك كميه لحوم كتيره جدا خصوصا اللحوم الحمراء، وكمان ان انا بزود من البقوليات، بستهلك بقوليات كتير واي حاجه لونها احمر سواء مشروبات غازيه شاي قهوه وخلافه. اليوريك اسيد مش مشكلتي الوحيده ان انا اقلل بروتين، لا، حابه اقول لكم ان السكريات من الحاجات اللي بتعمل التهابات شديده جدا وبتزود لي المشكله دي وبتزود معايا من اعراضه. وكمان المعلومه اللي ممكن كتير مش واخد باله منها، ممكن زيادة اليوريك أسيد بسبب استهلاك فواكه. أيوة، مش دايما الفواكه هي الحاجة الحلوة في حياتنا. لا، ممكن الفواكه خصوصا الغنية بسكر الفركتوز بتزود معايا من مشكلة اليوريك أسيد وبتزود النوبات اللي بتجيلنا وبنبقى ماشيين على علاج صح، منع حاجات كتير بس مش واخد بالي ان الفاكهة ممكن تكون مسببة للمشكلة دي. دمتم بخير وشكرا.